أكبر تحديث صار بالعالم البيرم لوشن من عام 2024 لليوم. أهلا وسهلا بكل كوافير جديد عم يحضرني. معكم أنا المستشارة يسرا من يسرا أونلاين إليجانس. هيدي الحلقة مخصصة للصبايا والشباب عشاق الشعر الكيرلي. ما بقى ضروري تنتظر يومين لتغسل الشعر بعد البيرم لوشن. الجيل الجديد من البيرم لوشن غيرت قواعد اللعبة كلها، وصار الغسل بنفس اليوم بخطوة آمنة 100%. تركيبات البيرم لوشن حديثاً بتشتغل بتقنية Fast Naturalizing Perm Systems Instant Bond Lock Technology. هيدي التقنيات بتعمل شغلتين أساسيين. أولاً تثبيت الروابط الشعرية فوراً. الجيل القديم كان يحتاج 24 إلى 48 ساعة لتثبيت الروابط، أما الجيل الجديد ناترولايزر سريع وأخف، تركيبة ألطف، تركيزه أعلى. من شو بتتكون هالتركيبة؟ ما عاد يعتمدوا على التركيبات القديمة القاسية، يعني بيستخدموا نفس المادة الأساسية بس بتركيز أخف وألطف. الثيوغلايكوليت منخفض، بالإضافة للبدائل الأمونيا لو أمونيا فري، وهيدا السبب إنه الرائحة صارت أخف وما بقى تحسس الأنف. والتركيبة الثالثة مواد بتقوي الروابط الشعرية وبتثبتها بسرعة، بوند لوك بولايمرز. التركيبة الرابعة سريع التفاعل، بيشتغل خلال دقائق بعد الناترولايزر. التركيبة الخامسة فريغنانس سوفتنرز، مكونات بتخفف الرائحة القوية اللي كانت موجودة بالجيل القديم. من الشركات يلي فعلاً بتسمح بغسل المنتج البيرم لوشن بنفس اليوم. المعلومات مؤكدة من الشركات نفسها. أولاً شركة ويلا، 2 شيسيدو بروفيشنال ميلبون، ولوريال بروفيسيونال. كل هالماركات بتستخدم التثبيت السريع. بس انتبه، مش كل الماركات العالمية صنعت البيرم الجيل الجديد. بعض الشركات صرحت رسمياً والبعض لسه. بس السؤال اللي كتير ناس بيسألوه، بعد الشكل الشعر الجديد كيف بنحافظ عليه؟ شو فينا نستخدم بعد الغسل الشعر؟ فيك تستعمل السيروم والموس والكريم للكيرلي. لو الشعر ناعم وخفيف بدون فوليوم من الجذور، الليف إن والموس خيارك الأفضل. كيرلي كريم وليف إن مناسب للصبايا والشباب يلي شعرهم جاف وسميك ومصفوف وبدهم لولبة ناعمة ونتيجة أجمل. خلي الموس قريب من الجذور والكريم على الأطراف، بيعطوا سوفت كيرلي. للترطيب والنعومة هيدي النتيجة الأقوى. وين لازم ننتبه؟ مش كل كوافير بيعرفوا بهالتحديثات، لأنه كثير منهم بعدهم شغالين على البروتوكولات القديمة. نصيحة، لما بدك تشتغل في المنتجات البيرم، أولاً حدد أي جيل بدك تشتغل فيه. هل الجيل القديم ولا الجيل الجديد؟ الجيل الجديد أغلى من القديم بنسبة 20 إلى 40% تقريباً، بس التكنولوجيا أسرع وأحدث. الخلاصة، البيرم الحديث الغسل مسموح فوراً، البيرم القديم ممنوع الغسل. كنت أنا معكم المستشارة يسرا من يسرا أونلاين إليجانس. لو حابين تتدربوا على التطبيق العملي فيكم تدخلوا على صفحة القناة تختاروا أي فيديو ممكن يفيدكم. ما تنسوا تعملوا لايك واشتراك بالقناة. باي باي.